كهيئة مدير الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة بوسفاس. تحاولنا احنا على اثر الاتصال من الشرطة البلدية لوجود مخزن فيه حلويات فازة. تحاولنا على المكان وعينا الكمية الموجودة والحالة الموجودة عليها الحلويات هذه، وتم مبدئيا حجز الكمية اللي هي تفوق 100 طراطة في حالة يرثى لها، على أساس أن تجرى تتمم الإجراءات القانونية لإتلافها. يعني اللي لاحظتوه معناتها معدومة ومنتهية الصلاحية، وأيضا ظروف الحفظ. هي الحلويات مصنوعة من عام 2008، واللي هي السرات ولحمت في بعضها ولات فاسدة وسيبت الماء وكما عاينتوه انتم وكما صورتوه، ولذا هي غير صح للاستعمال بكل. معنا المفروض مش متوقعين انه نجم واحد يتاجر في حاجات تاع صغار بالطريقة هذه. اكيد مش متوقعين، لانه تخزينه من عام 2008 في حاله كما هكا، في مخزن كما هكا، ما في حتى ظروف حمايه ولا ظروف يعني لي كونديسيون دو كونسيرفاسيون، معناها سامحني، كونديسيون دو كونسيرفاسيون، ظروف الحفظ نتاعو اكيد مش تهدم الوحده كما عينتوها انتم كما صورتوها اني كلها فاسده ولا غير صالحه للاستعمال. يعني ما نجموش نقولوا فما نيه حسنه، يعني ممكن مش تلوح ولا حاجه، ما اكيد مش توزع. لا ما ظهرليش كان ان ثم نيه حسنه في تخزين كما هكا بالكميه هذه في الوقت هذا. واضح. بارك الله فيك.